رسول الله، ثم أما بعد. أهلا بكم طلبة الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني في عصر بناة الأهرامات. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أهم الملوك وليه سميناه كده، سميناه عصر بناة الأهرام عشان بنوا أهرامات كتير. طب بنوا أهرامات كتير ليه؟ قلنا بسبب اعتقادهم في البعث والخلود، وخدنا أهم الملوك. قلنا الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، وسنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، وخوفو صاحب الهرم الأكبر، وخفرع صاحب الهرم الأوسط، ومنكورع صاحب الهرم الأصغر. وبعد كده سقط في الأسرة الرابعة وعرفنا أسباب السقوط. ثم الأسرة الخامسة أسر كاف، وعرفنا أهم أعماله هو والأسرة الخامسة وأسباب انهيار عصر الدولة القديمة. تعال بقى يلا يا سيدي نتكلم عن عصر الإضمحلال الأول. ويعني إيه إضمحلال؟ يعني حالة الضعف. عصر الإضمحلال الأول يعني أول مرة مصر تبقى دولة ضعيفة، وده بيشمل من الأسرات 7 لحد الأسرة 10. فقال لي ما المقصود بالإضمحلال؟ ده حالة من الضعف اللي بتسود بعض الدول في فترات من تاريخه نتيجة ضعف الملوك. الوقت في فترة الملوك فيها بيبقوا ضعاف، فالفترة دي بنسميها حالة الضعف، بس بدل ما نقول ضعف نقول اضمحلال. يبقى هو ده المقصود بالإضمحلال. قال لي في البداية العصر ده ظهرت حالة من الضعف أثناء حكم الأسرتين السبعة والثامنة، نتج عنها تعرض مصر لهجمات خارجية زي الآسيويين. جماعة الآسيويين جم احتلوا مصر، احتلوا أجزاء من مصر، أجزاء في عصر الإضمحلال الأول. فبالتالي أنا كده في حالة ضعف لحد ما ظهرت أسرة قوية في إهناسيا، وإهناسيا دي اللي هي بني سويف حاليا. عملت إيه الأسرة ديت؟ قالت قامت بطرد الغزاة وإعادة استقرار البلاد، وأسست الأسرة التاسعة والعشرة، وتميز عهدهم بالرخاء والازدهار. السؤال هنا هما إزاي تميز عهدهم بالاستقرار والرخاء وأنت حاططهم في عصر الإضمحلال؟ أقول لك لأن البلاد كانت مقسمة إلى شمالا أسرة إهناسيا بتحكم الجزء الشمالي، أما الجزء الجنوبي كانت بتحكمه طيبة. قال لم يستمر حكم أسرة إهناسيا طويل. ليه يا مستر؟ قال لي حيث نجح حكام طيبة، قلت لك اللي كانوا بيحكموا في الجنوب قاموا بعمل حملة على الشمال وأسقطوا أسرة إهناسيا وأسقطوا الأسرة العشرة وقاموا بتوحيد البلاد مرة تانية، ويبدأ عصر جديد هو عصر الدولة الوسطى. احنا كده خلصنا الجزء الثاني من درس عصر بناة الأهرامات. معايا بقى كده بسرعة نراجع ونشوف احنا خدنا ايه سريعا في الجزء الثاني. خلاص ده الجزء الأول اللي خلصناه. بالنسبة للجزء الثاني بنبدأ بعصر الإضمحلال. قلنا عصر الإضمحلال ده حالة من الضعف اللي تسود الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك. وعرفت إن أنا اللي احتل مصر في عصر الإضمحلال الأول ناس اسمهم الآسيويين، واللي طردهم ناس من أسرة إهناسيا. فين إهناسيا دي؟ بني سويف حاليا. واللي قاموا بطرد الغزاة وإعادة الاستقرار للبلاد وأسسوا الأسرة التاسعة والعشرة. لما يجي يقول لي مين اللي أسس الأسرة التاسعة والعشرة؟ أقول له أسرة إهناسيا. مين اللي أسس الأسرة السبعة والثامنة؟ أقول والله دول كانوا موجودين في فترة احتلال الآسيويين. في النهاية ظهرت أسرة من طيبة وقامت بتوحيد البلاد وقضت على الأسرة العشرة، ويبدأ معاها عصر الدولة الوسطى. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. عايزكم بقى إن شاء الله تكتبوا أي سؤال عندكم واستنوني في فيديو الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.